السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم طريقة عمل الكوفية والطاقية مع بعض. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا وجميلة جدا، وكمان طالعة تريندي قوي السنة دي. شكلها زي ما انتم شايفين كده بتبقى زي زونت، وكمان في نفس الوقت هيكول او كوفية. تعالوا هنشوف هنستخدم ايه. انا هستخدم طبعا خيط صوف، اي خيط عندك، وهقولك كمان المقاسات اللي احنا هنستخدمها علشان لو خيط مثلا انتي ارفع او اتخن من كده تقدري ان انتي تعمليها بالمقاسات. اول حاجة بصوا انا هعمل عقدة البداية زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هبدأ ارتفع يعني مجموعة من السلاسل هقول لكم هيبقى طولها قد ايه. انا هبدأ الاول بالكوفية او الهيكول اللي هو عامل زي الهيكول ده بالشكل ده. شايفين انا ارتفعت كده سلسلة. تعالوا نشوف مقاسها كام السلسلة دي. مقاسها حوالي 20 سنتي. تمام، وده 20 سنتي ليه؟ علشان احنا بعد كده يبقى هيكول، يعني انا هبدأ بالهيكول الاول وهقول لكم شكله هيبقى عامل ازاي. خلاص السلسلة بقت معايا 20 سنتي زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اشتغل في كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو. تمام بالشكل ده. هشتغل بقى السلسلة كلها اللي انا عملتها دي غرز حشو لحد ما اوصل لنهاية السلسلة. وهنا وصلت لنهاية السلسلة وخلصت غرز الحشو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هبدأ ارتفع سلسلة والف الشغل وهشتغل في الضلع الخلفي للسلسلة. هشتغل غرز حشو في الضلع الخلفي للسلسلة، وبرضو هشتغل لحد ما اوصل لنهاية السطر، كل ده في الضلع الخلفي للسلسلة. تمام. وهنا وصلت اهو خلاص لنهاية السلسلة ونهاية السطر. هبدأ ارتفع. شكلها عامل ازاي؟ هبدأ ارتفع سلسلة والف الشغل، وهبدأ برضو اشتغل في الضلع الخلفي للسلسلة. انا هشتغل كده رايح جاي رايح جاي في الضلع الخلفي للسلسلة. ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل بقى لحد نهاية السطر، وبعد كده ارتفع سلسلة واشتغل تاني رايح جاي. تمام. بس شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا بقى هشتغل علشان وقت الفيديو ما يطولش معانا، فانا هشتغل كده مجموعة من السطور، وهقول لكم كمان كام سنتي علشان تقدري ان انتي تكمليها باي خيط زي ما قلت لك، لو الخيط ارفع او الخيط اقل. المقاس ده ايه؟ المقاس ده ليه مثلا مقاس كبير، يعني شاب كبير او بنت كبيرة. شايفين بقى انا فضلت ارتفع رايح جاي رايح جاي لحد ما شايفين بص بتمط ازاي كأنها استك او كأن فيها استك، لان انا اشتغلت في الضلع الخلفي للسلسلة فعملت الشكل ده. تمام. تعالوا بقى نشوف مقاسها كام. عايزه اقول لكم ان هي بتمط. هنا مقاسها بصوا لما اشتغلت السلاسل حوالي 19 20 سنتي زي ما ارتفعنا بالسلاسل بالظبط في الاول. تمام. وهنا بقى الطول بعد ما ارتفعت مجموعة من السطور بقت عندي بصوا حوالي 50 سنتي. تمام. وقلت لكم المقاس ده مقاس كبار. لو حابة تعمليه لطفلة فبتاخدي مقاس دوران الراس وبتضيقي مثلا 2 3 سنتي، لان زي ما انتم شايفين دي هي بتمط. ده لو انتي حابة تاخدي مقاس، اي مقاس بقى، مقاس طفل، مقاس اي مقاس، بتطلبي ان انتي تقيسي مقاس دوران الراس. هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى هبدأ ان انا هحطهم كده على بعض وهقفل شكل الكوفية او شكل الهيكول بالشكل ده. شايفين اهو. هبدأ بقى اقفل، ارتفع بس سلسلة كده كتثبيت، واقفل الناحيتين على بعض. في كل سلسلة هتقابلني ما يقابلها في السلسلة التانية. تمام. هعمل كده غرزة منزلقة، وبعد كده هطبقهم كده على بعض، وهشتغل كده في الضلع الخلفي للسلسلة. تمام. وما يقابلها هتلاقي بقى ده عشان بداية السطر مش هتلاقي ضلع خلفي وضلع امامي، فهتشبكيها كده على طول في ما يقابلها، اللي هي في السلسلة اللي ما يقابلها دي. هنا
اهي في الضلع الخلفي، وما يقابلها قدامها على طول السلسلة بتاعتها، شايفين اهو، واعمل منزلقة. خش مرة كمان اهو، هبدأ في الضلع الخلفي وما يقابلها في اللي قصادها على طول، وهبدأ بقى اقفل بالطريقة دي لحد نهاية السطر بنفس الطريقة دي. هكمل كل ده لحد نهاية السطر بنفس الشكل ده بغرز منزلقة. تمام، هكملها ونرجع نشوف شكلها عامل ازاي علشان وقت الفيديو. وهنا خلصت اهو، شايفين بقى، عايزة اوريكم شكلها. بصوا ده كده اهو، ده شكلها، شايفين بالشكل ده. خلاص بصوا بقى شكلها عامل ازاي. خلاص خدت شكل الكوفية، والعرض اللي احنا ارتفعناه اللي هو ال20 سنتي في الاول السلسلة خالص، ده عرض الكوفية علشان تتنيها. فاهمين اقصد ايه؟ فده شكلها خلاص كده، قفلتها وبقت شكلها خلاص. هي دي الكوفية. نبدأ بقى نعمل الزونت فيها. طب هنعمل، بصوا انا بقى بوريكم لما نيجي نتنيها. فانتي حابة تتنيها، حابة تطولي العرض عن كده، فبتطولي طول السلسلة في الاول، بتبقاش 20 سنتي مثلا، تبقى 25 سنتي. حابة تقلليها عن كده تقدري تقلليها 15 سنتي زي ما انتي حابة، عايزة تتنيها او عايزة، بس هي بتبقى شكلها طالع في التانية. تاني حاجة بتعمليها ان انتي بتعدي السطور اللي انتي طلعتيها، علشان هنبدأ. بصوا بقى، هنشتغل داير ما يدور غرز حشو. طيب داير ما يدور غرز حشو بعدد كل السطور اللي احنا عملناها. يعني انا لو اشتغلت داير ما يدور بعدد كل السطور دي، هشتغل انا هزود بقى ايه عشوائي. هزود كام؟ مثلا انا لو عندي 50 غرزة حشو، هيبقى 55 غرزة حشو. هزود كده بطريقة عشوائية، يعني كل مثلا 10 سلاسل اروح عاملة عملية تزايد وهكذا، بحيث ان انا اوسع الرقبة، لان انا هطلع بعد كده بالزنط. فاهمين اقصد ايه؟ يبقى احنا بنشتغل كده هنا غرز حشو، بس هزود على عدد الغرز بتاعة السطور اللي احنا عملناها، او عدد الغرز اللي احنا المفروض نعملها. هزود 10 او 15 غرزة حشو. تمام، علشان تطلع واسعة معانا. هنا بقى انا هشتغل كل، وهاجي مثلا عند 10 سطر او 10 غرزة حشو، هشتغل مثلا غرزتين في نفس السلسلة. تمام، فهنا دي الفكرة في بداية الزونت بتاعي، ان انتي بتوسعي شوية يعني بتوسعي مكان بقى الرقبة علشان تطلعي بالزونت. هنا دي شايفين، هنا دي بقى بالمعدول. بصي مفيش فرق بين الخياطة خالص، مش باين خالص بالشكل ده. تمام، انا هكمل بقى غرز الحشو، هكمل غرز الحشو وهرجع لكم مرة تانية. خلاص هنا بصوا غرز الحشو خلاص كملت بالشكل ده، وزي ما قلت لكم عملت تزايد. هبدأ بقى، وصلت لنهاية السطر، مش هقفل بغرز منزلقة، هرتفع سلسلتين بمثابة نص عمود، مش سلسلة واحدة. تمام، سلسلتين. انا بقى هبدأ رايحة جاية، هشتغل رايح جاي، مش هقفل السطر بتاعي علشان دي فتحة الزونت نفسه، فاهمين؟ وهبدأ اشتغل بقى غرز حشو، مش غرز حشو، بعتذر، غرز عمود بلفة. الزونت بقى زي ما انت حابه، ممكن تستخدمي اي غرزه انت تحبيها، ممكن غرز حشو، ممكن غرز عمود بلفه، ممكن غرزه نص عمود زي ما انا عملتها. انا هنا عاملاها نص عمود مش عمود بلفه. تمام، هبدا بقى اشتغل فوق كل سلسله انا عملتها دي غرزه نص عمود، هفضل رايح جاي رايح جاي. بس في فكره هنا بقى، انا هكمل هنا لاخر سطر واقول لكم الفكره اللي انا هعملها. شايفين هنا بقى انا هبدأ اشتغل عملية تزايد في كل سطر هيقابلني في الناحية دي والناحية دي. تعالوا بس نشوف الاول. بصوا شكلها بعد لما عملت الغرز وعملت اول سطر من الغرز النص عمود، شايفين شكلها عامل ازاي اهو. هبدأ بقى اشتغل رايح جاي رايح جاي، بس في السطر نفسه في اول السطر هبدأ اشتغل في كل عمود، نص عمود انا بعمله عمودين. يعني ايه؟ يعني هعمل عملية تزايد، عملية تزايد في اول واخر السطر. تمام، اديني هرتفع اهو سلسلتين، ودول بمثابة نص عمود، وفي نفس السلسلة اللي انا طلعت منها هشتغل نص عمود كده تاني. يبقى انا كده عملت عمودين
او نص عمود يعني في سلسلة واحدة، فاهمين؟ وده اول السطر بس، بعمل كده اول السطر بس ونهاية السطر كمان بشتغل ايه تزايد. تمام، انا هكمل بقى برضو لاخر السطر واوريكم في اخر السطر هعمل تزايد فين. تمام، هنا وصلت اهو لاخر السطر. شايفين بقى اخر السطر هعمل دي اول عمود اهو، هعمل عمود تاني في نفس السلسلة، ويبقى كده انا عملت ايه تزايد في اول السطر واخر السطر. هبدأ بعد كده ارتفع سلسلتين واعمل برضو تزايد في السطر ده. تمام، واشتغل بقى رايح جاي طول ما انا طالعه بقى هعمل تزايد. هعمل تزايد لحد فين؟ وهقف لحد مثلا للسطر السابع او العاشر، برضو زي ما تحبي، عايزاه يبقى واسع ولا لا. بس هنا انا عملت لحد السطر السابع، وبعد كده اشتغلت بقى سطور ثبات، ما عملتش اي حاجه او اي تزايد من اول السطر او اخر السطر. فانا هكمل هنا لحد ما اوصل للثبات واوريكم شكله عامل ازاي. هكمل بس علشان وقت الفيديو ونرجع نشوف هنعمل ايه. وهنا بصوا انا ارتفعت، هنا بصوا التزايد لحد سابع سطر، وبعد كده عملت بقى سطور ثبات لحد الاخر. شايفين رايح جاي رايح جاي. هنا انا بوريكم ان انا عملت ايه لحد السطر السابع. بعد كده اشتغلت بقى سطور ثبات. تعالوا نشوف بقى الطول اللي انا ارتفعته قد ايه. تمام، تعالوا نشوف الطول من اول بداية كده الهيكول او الكوفية لحد الطول. بصوا بتمط برضو معايا. تمام، هتبقى حوالي 36 او يعني انا هكمل لحد 40. انا لقيتها هنا 36 فهكمل كمان لما يكون 40 سنتي. تمام، لان زي ما قلت لكم ده مقاس كبير مش مقاس اطفال. انا هكمل بقى. شايفين هنا الوسع اللي احنا عملناه في الاول بوريكم، وهنا السطور اللي احنا عملنا فيها تزايد وبعد كده ثبات بالشكل ده. شايفين شكلها بقى خلاص هي كده بانت وكده بقى الشكل باين. هعمل ايه بعد لما ارتفع واوصل لحد 40 سنتي؟ هبدأ اخيط من الجنب ده كده بإبرة التنظيف او هعمل بإبرة الكروشيه. انا هنا فضلت ادور على إبرة التنظيف بس ما لقيتهاش، بس قلت يلا الجيش قالك اتصرف فمش هنعطل نفسنا. فهعمل بقى بطريقة حلوة جدا، هقفلها بطريقة حلوة جدا مش هتبان خالص وهتبان كأنها غرزة حلوة قوي. شايفين بقى هجيب كده الإبرة وهبدأ اهو هطابق بقى الجنبين قدام بعض عشان نشوف السلاسل بتبقى قدام بعض. تمام، هبدأ بقى ان انا اهو انا بصوا هوريكم تاني. هدخل هنا كده واعمل منزلقة بالشكل ده. تمام، هنا بقى هبدأ اعمل ايه في الضلع الخلفي للسلسلة اللي قصادي دي، وما يقابلها في الضلع الامامي للسلسلة اللي قدامها على طول. شايفين الضلع الامامي اهو هدخل فيه كده واسحب منزلقة بس. تمام، اهو في الضلع الخلفي وفي الضلع الامامي مع بعض اللي هم قصاد بعض، واعمل منزلقة بالشكل ده. اهو هعملها مرة كمان في الضلع الخلفي للسلسلة دي وفي الامامي في السلسلة اللي قدامها واعمل منزلقة. هكمل بقى كده للاخر لحد ما اوريكم شكلها عامل ازاي. وشكل الخياطة بالطريقة دي حلوة جدا، ولقيتها ان هي مفيش اي فرق بين الظهر والوش لو انت حابة مثلا الظهر والوش وكده. تمام، هكمل انا الاخر وارجع لكم تاني. وعايزه لو وصلتوا انتوا للدقيقه دي ولسه ما عملتوليش لايك للفيديو يا ريت تعملوا لي لايك، وكمان لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه علشان ان شاء الله بقى الشتاء جاي نقدم حاجات كتير للشتاء. انا هكمل وارجع لكم مره تانية. وهنا رجعت مره تانية اهو خلاص هبدا اقص الخيط. عملت سلسله تثبيت بالشكل ده، ويبقى كده خلاص الزنط والكوفية جاهزين معانا بالشكل ده. تمام، في حاجة بقى زيادة لو حابة تعمليها او مش حابة ان انت تزيني الزنط من قدام. هنا انا عايزة اوريكم كمان الخياطة. هنا انا بعدله علشان اوريكم الخياطة شكلها عامل ازاي.
بالشكل ده اهو. هو شكله ده بيتلبس كده بطريقة معينة علشان يديكي الهيكول وفي نفس الوقت الزونت. تمام. بصوا بقى الفتحة اللي هي بتاعة الزونت كده من الجنبين تقدري تشتغليها يا اما غرز حشو عادي، يا اما تقدري تشتغليها غرز بريد امامي وبريد خلفي عشان تعملي كده شكل البليسيه. فانا هنا اهو، بصوا هنا بوريكم شكل الخياطة لما عملتها. بصوا من هنا مش باينة خالص، ومن الناحية التانية برضو مش باينة، شكلها حلو جدا. وبس. وكانت دي بقى الكوفية، يا رب تكونوا استفدتوا منها. هنا انا هشتغل داير ما يدور غرز حشو كده علشان احليها شوية، وكمان هيبقى احسن لو اشتغلتوا بليسيه. بس ممكن تسيبوها كده عادي مفيش اي مشكلة. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كمان اكون فدتكم، ولو فدتكم يا ريت تكتبي لي كومنت حلو وشوفي شكلها عامل ازاي في الاخر.